حياك الله. دوما في مثل هذه الأحوال، مثل هذه المواقف، دوما أذكر كلمة للإمام الذهبي رحمه الله حين ينقد بعض الرجال المعروفين بالكذب. يقول حينما يروي عنهم شيئا من أكاذيبهم، يقول في بيان كذب الكاذب، يقول: هكذا فليكن الكذب وإلا فلا. فأنا أقول كما قال الذهبي رحمه الله: هكذا فليكن الكذب وإلا فلا. ثم أقول: أولا، ليس كل من دعا إلى المباهلة يكون صادقا، بل هذه المباهلة يستخدمها أهل الأهواء والبدع لتعظيم شأنهم والتغرير بالناس، ظنا من الناس أن من أراد أن يقسم بالله وأن يباهل أنه على الحق. فإن كثيرين يباهلون ويحلفون بالله وهم من أهل الكذب والافتراء، كمثل هؤلاء المنحرفين المصحفقة. ثانيا، هذا الكلام كذب. نحن بفضل الله ومنته نسعى بحسب ما أعطانا الله عز وجل من قدرة وقوة في نشر الدعوة السلفية في السودان، قبل أن يعرف هذا السفيه مزمل ومن معه حقيقة الدعوة السلفية. والحمد لله دروسنا موجودة، وكون الدروس تنقطع لا يعني أن العلم ينقطع أو أن تعليم الناس ينقطع. حاربنا الحزبيون فترة من الزمن، ما أقمنا درسا في مسجد إلا وتكالبوا على هذا المكان وشوشوا ولبسوا على الناس وأفسدوا حتى يوقفوا هذه الدروس. ومع ذلك بفضل الله الدعوة مستمرة، والإقبال عليها بفضل الله وحده لا شريك له. طيب، والحمد لله يسر الله لنا هذا المسجد والدروس فيه قائمة مستمرة، وإلا الفضل لله سبحانه وتعالى. من أين عرف كثيرون في بلاد السودان هذه الدعوة السلفية إلا بعد توفيق الله لي وتعليمي لهم بفضل الله حقيقة الدعوة السلفية. وهذا من باب الإخبار، لأن هؤلاء كذبة لا يتقون الله عز وجل في عباد الله. وأما هؤلاء فهم معروفون بالكذب، كذبوا على نزار، وكذبوا على الشيخ عرفات، وكذبوا حتى على الشيخ ربيع. والكاذب لا يقبل كلامه ولا تقبل روايته، وكما قال بعض أهل العلم: من عقاب الكذاب أنه لا يقبل كلامه، يسقط مباشرة. فهذا المزمل معروف بالجهل والسفه، بارك الله فيك. لا أدري لماذا ينشغل الناس به. الساقط ساقط، اتركوه وانطلقوا إلى العلم والطلب والتحصيل، وارتبطوا بأهل العلم الكبار وطلابه المعروفين. هذا كافي إن شاء الله في معرفة الحق. ولكن هؤلاء المنحرفة يجري عليهم المثل العربي الذي يقول: ودت الزانية لو أن كل النساء زونات. هؤلاء لأنهم كذبة يريدون أن يكون الناس جميعا كذبة مثلهم لكي يروجوا ضلالهم وانحرافهم. فالواجب الحذر من أمثال هؤلاء، بارك الله فيك. يعني حتى يتضح لك ولغيرك مدى جهل هؤلاء، هب أن طالب علم أو عالم من العلماء أو أي منتسب إلى العلم توقفت دروسه لظروف خاصة أو لأي عذر من الأعذار، هل هذا ينفي عنه أنه طالب علم أو أنه من السائرين على الطريق العلمي، وينفي عنه أنه منتسب إلى العلم وتحصيله؟ هذا من الجهل. نعلم علماء لهم علم ودراية ثم حصل لهم قدار توقفت دروسهم، ولم يقل عنهم أحد من الناس والعقلاء، فضلا عن الجهلاء الذين هم أعقل من هؤلاء، لم يقل عنه إنه ليس بطالب علم أو ليس له دعوة. وهنالك علماء جاءت لهم أحوال معينة
لم يدرسوا فيها متونا ولم ينشروا فيها دروسا ممنهجة، وإنما يكتفون بالكتابة والإفتاء وما شابه ذلك، ولم يخرجهم ذلك عن دائرة العلم والطلب والتحصيل. فهؤلاء أقوالهم وألفاظهم دالة على حقيقة جهلهم، دالة على مدى هواهم المردي والعياذ بالله. وأما هذا السفيه المسمى بمزمل ليس له أي علم، لا يعرف له عالم ولا طويل بعلم أخذ عنه العلم، ما أخذ العلم إلا عن جهال أو سفهاء. بارك الله فيك. فكيف هؤلاء يكونون في دائرة الدعوة ويصبر عليهم ابن هادي ويرفع من قدرهم وشأنهم؟ فإن ابن هادي من الخائنين لهذه الدعوة السلفية ولأهلها، حيث نسب إليها أمثال هؤلاء وسكت عليهم، وهو يعلم علما يقينيا مدى جهل هؤلاء ومدى انحرافهم، لكن الهوى لما جاء إلى قلبه والعياذ بالله وجرى في مجاري دمه والعياذ بالله قال مثل هذه الأقوال ورفع قدر هؤلاء السفهاء، فكان نكالا على الدعوة السلفية. وإن شاء الله الدعوة السلفية وأهلها محفوظون بحفظ الله سبحانه، ولا يضرها ابن هادي ولا من سار على شاكلته ولا أمثال هؤلاء السفهاء. فنسأل الله أن يثبتنا وإياك وسائر السلفيين على السنة، وأن يهدي الضالين والبعيدين عن هذه السنة إلى السنة وأهلها وفقط.